نفسك في ايه وطموحك. انا عن نفسي كخالد انا بنام 3 ساعات في اليوم. بنام الساعة 3 او ساعات الساعة 4 الصبح، وبصحى الساعة 6 ونص، الساعة 7 النهار موخم. فوقتي بيبتدي من 6 ونص 7 الصبح. وساعات طبعا بحب ان انا اصحى ساعة صلاة الفجر، يعني اصلي الفجر وابتدي ان انا ابتدي يومي على قد ما بقدر. بس الصحيان البدري بيج كيو قوي. تاني حاجة لازم نكتب زي ما قلنا برضو في موضوع الدراسة، لازم نكتب. وبعدين بنلاقي ان لما بتكتب اللي انت عايز تعمله خلال يومك، فانت بيبقى عندك تركيز جدا على كل الحاجات دي. طيب لو كتبت وعملت، لو ما جيتش في نهاية اليوم تشوف محصلة اللي انت استفدت بيه او انت حققت ايه من الجدول بتاع يومك، هيبقى بالتالي الموضوع مش هيبقى ليه جدوى يعني. فلازم بعد قبل ما تنام كده تشوف انت تعمل كليك على الحاجات اللي انت عملتها، يا ترى مشيت كويس ولا لا. دور على حاجة كمان تبقى ملهمة ليك. يعني انا مثلا بحط مواعيدي على السانست، على غروب الشمس، قبل وبعد غروب الشمس. مع الفارق طبعا الوليد بن طلال بيعمل مواعيده على اوقات الصلاة. طبعا في ناس، انا كنت فاكر نفسي بنام قليل يعني، لغايه ما جت فرصه اتقابلت مع الفنان الجميل محمود حميده، فبعدين فبقول له يعني من ضمن الكلام ان انا بنام 3 ساعات، فرد عليا قبل ما اكمل الكلمه قال لي 3 ساعات، اللي هو يعني مستكتر كمان يعني هو بصراحه بينام ساعتين. والفكره من كده ان عايز اقول لكم ان قد ايه الناس الناجحه دي فعلا بتستخسر تنام من كتر اللي عايزين يعملوه، من كتر الافكار اللي عندهم، من كتر النهم ان هو يتعلم حاجه جديده وان هو يطبق حاجه. ده مش هيحصل غير بان انت تكتبه على ورقه وقلم. فايده ايه الورقه والقلم غير ان احنا بنشوفه؟ هنا في زي ما قلت لكم يمكن قبل كده في فيديو، هنا في المركز او العين الثالثه للطاقه بتاعت الانسان، والمراكز التركيز في المخ. فلما بتكتب انت بتشوف بالظبط يومك، بتبتدي يخش للعقل الباطن بتاعك، يبتدي جسمك والانرجي بتاعتك، الهيومن انرجي او طاقتك انت جسمك تمشي في الاتجاه ده وتخلي الحاجات تنجذب اليك. وهنا بيجي فعلا القانون بتاع الاتراكشن لو او قانون جذب الاشياء عن طريق الطاقه. يعني موضوع كبير هنتكلم عنه بتفصيل في حلقه تاني، بس يعني ده اللي انا بحاول اوصله لكم من ناحيه، من خلال خبرتي، من خلال يومي. لو عندك جيم، لو عندك شغل، لو عندك حد هتقابله، وتعلم تقول لا شويه، تعلم تقول لا شويه عشان تحافظ على مواعيدك. كتير منا بيتكسف ان هو يقول لا للناس، وبالتالي بيجي على نظام يومه او مواعيد يومه. لا، انا بقول اتعلم قول لا، حافظ على يومك، خلي ممكن براحل لساعه كده للحاجات الاستثنائيه، انت عارف هتكون امتى ممكن تعملها لو انت تحب او لا. يعني مش عايز اطول برضو، ان الهدف اللي انا عايزه ده تبقى قصيره جدا على قد ما اقدر. اتمنى ده يكون افاده ليكم، واشوفكم تاني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي موضوع تاني نتكلم عنه. ميرسي، باي باي.